عايزين تعرفوا ازاي تبقوا رقم واحد في شغلكم؟ الكتالوج السري للنجاح والسيطرة. طب تخيلوا معايا لو قلتلكوا ان الكتالوج ده موجود جوه أغنية مهرجانات. ايوه زي ما سمعتوا. النهاردة احنا هنحلل مع بعض كتيب بابا المجال، الدليل خطوة بخطوة عشان توصلوا للقمة. يلا بينا. طيب، كل حكاية كبيرة ليها بداية، صح؟ شرارة كده بتولع الدنيا. والشرارة بتاعتنا هنا هي الجملة دي مش شكوى يا جماعة، لا لا. دي لحظة الصحصحة. دي صفارة البداية لتحول كامل لشخصية بابا المجال. اللحظة اللي الواحد بيقول فيها لنفسه: لا كفاية كده، اللعبة دي هتتلعب بقواعدي أنا. أول خطوة في الكتيب بتاعنا ده بتبدأ بالخيانة. والله الخيانة. بس مش أي خيانة، دي الخيانة اللي بتخليك تعمل فورمات لكل اللي تعرفهم، بتعملهم كده ريستارت. دي نقطة الصفر، اللحظة اللي بنمسك فيها ورقة وقلم ونبدأ عملية جرد وتصفية لكل الناس اللي في حياتنا، في الشغل وبره الشغل. والكتيب هنا بقى صريح قوي، مفيش لف ودوران. بيقسمهم لك فئات واضحة: عالم قباش، عيال ولاد لئيمة، وناس ملهاش أساس. يعني لو هنتكلم بلغة البيزنس، دول يعتبروا أصول سامة أو استثمارات خسرانة لازم تتخلص منها حالاً. دول مش بس ناس بتضايقك، دول حرفياً بيسحبوك لتحت. فأول خطوة عشان تسيطر، تعمل لهم ديليت من حياتك فوراً ومن غير أي تفكير. وهنا بقى بتحصل النقلة الكبيرة في الدماغ، التحول من يا خسارة الناس دي لا يا سلام على المكسب. إدراك إنك لما بتقطع علاقتك بالناس دي مش خسارة خالص، لا دي غنيمة، مكسب صافي. البعد عنها غنيمة. التخلي عن الناس اللي ملهاش لازمة دي هو أول طوبة هتبني بيها الإمبراطورية بتاعتك. تمام. كده احنا نظفنا الساحة، فضينا الملعب من كل اللعيبة اللي ملهمش لازمة. دلوقتي نيجي للمرحلة التانية. التركيز كله هيتحول من بره لجوه. هنبص على نفسنا ونبدأ نبني البراند الشخصي، براند قوي محدش يقدر يكسره. المرحلة دي هي مرحلة تأسيس أسطورة بابا المجال. وده يا جماعة مش أي كلام، ده هو الميشن ستيتمنت الرسمي. مدمن نجاح، مش برتاح غير لما أكون ناجح. يعني إيه؟ يعني إدمان. مفيش هزار، مفيش نص نص، يا إما القمة يا بلاش. العقلية دي هي الموتور اللي بيحرك كل حاجة، وهي دي اللي هتخليك في حتة تانية خالص عن أي حد في مجالك. اسمعوا بقى الحركة دي. قبل ما أي حد يفكر يسميك أو يحطك في قالب على مزاجه، أنت اللي بتلعب الأول. أنت اللي بتدي لنفسك اللقب الرسمي، أبو السيد في مجاله. دي حركة استباقية، بتدخل السوق وأنت محدد مكانتك واسمك وهويتك بنفسك، بتفرضها على الكل ومحدش يقدر يقول تلت التلاتة كده. وطبعا عشان البراند ده يكمل ما ينفعش يبقى فيه أي مجال للشك. مكانتك في السوق مش إنك شاطر أو من التوب فايف، لا لا، أنت رقم واحد بس كده، نقطة ومن أول السطر، الموضوع منتهي. ودلوقتي نوصل بقى للجزء اللي كله أكشن، مرحلة إدارة المنافسين. الكتيب هنا هيديلنا روشتة كاملة إزاي نتعامل مع أي حد بينافسنا، سواء بقى منافس جديد قديم أو حتى، ودي الأهم، تلميذك اللي كبر وفكر إنه بقى قدك. وهنا بقى الأساليب اللي هنشوفها كوميدية جدا بس فعالة بشكل مرعب. أول سلاح وأقوى سلاح في الترسانة بتاعتك هو المحو التام. مش بس تتجاهلهم، لأ، أنت بتلغي وجودهم من الأساس. مجرد سؤال واحد استنكاري: هو مين يعرفكم؟ السؤال ده لوحده قنبلة، بيرمي الكورة في ملعبهم وبيخليهم هم اللي بيجروا ورا إثبات إنهم موجودين أصلاً. والتكتيك ده بيكمل وبياخد شكل أقوى. مش بس مين يعرفكم، لا ده إحنا بنأكدها بجملة صريحة: يلي وجودكم ده زي عدمه. خلاص، اتحولوا الهوا. دي حرب نفسية من الطراز الأول. الهدف إن ثقتهم في نفسهم تتضرب في مقتل، وإنهم يقتنعوا إنهم مش على الخريطة أساساً. نيجي بقى للحالة الخاصة، المنافس اللي كان في يوم من الأيام تلميذك. الكتيب هنا بيقدم لنا تقييم أداء من 3 خطوات، بس تقييم فتاك. خطوة رقم 1 بتفكره بأصله: يا ابني أنت اكتشافي. خطوة رقم 2 بتوصف له حالته قبل ما تلمعه، أيام ما كنت حافي. وآخر خطوة بتديله التقييم النهائي: أنت يا ابني بغل وأصفر. عملية جراحية دقيقة بترجعه لحجمه الطبيعي في أقل من دقيقة. وبكده نوصل للمرحلة النهائية، الإند جيم، نهاية اللعبة. هنا بقى كل اللي عملناه قبل كده بيصب في مكان واحد. الهدف هو السيطرة الكاملة، الوصول لمكانة تخلي فكرة منافستك نفسها مجرد حلم بعيد قوي. وهنا بقى بيبدأ إعلان النصر. الإعلان الأول هو اللقب اللي مفيش بعده كلام، عم المجال كله. خلاص الموضوع ما بقاش رقم 1 وبس، لا ده بقى الأب الروحي للمجال ده كله. الإعلان التاني إعلان الملكية. الشغلانة شغلانتي، مفيش فيها شركة، مفيش حد ليه فيها.
البيزنس ده بتاعي أنا وبس. بعدها على طول تأكيد السيطرة على القيادة، وسايقها أنا لوحدي، محدش بيسوق معايا، أنا اللي بحدد الطريق وأنا اللي باخد القرارات، القائد واحد. والضربة القاضية في الآخر إعلان التفوق المطلق. ولا حد فيكو قدي. دي الجملة اللي بتقفل أي نقاش. مفيش مقارنات، مفيش ند بند، اللعبة خلصت. وفي الآخر خالص الكتيب بيدينا القاعدة الأخيرة والنهائية اللي بتحكم عالم بابا المجال كله: اللي يتحداني يجي وانتهى. الرسالة واضحة وصريحة ومباشرة. فكرة التحدي نفسها معناها النهاية، ده مش تهديد، ده قانون الطبيعة في العالم ده. طيب، بعد ما شفنا الكتالوج ده كله من أول خطوة لآخر خطوة للسيطرة الكاملة، يفضل فيه سؤال مهم قوي: هل عشان الواحد يوصل للسيطرة المطلقة دي لازم يبقى لوحده تماماً؟ هل تمن القمة هو العزلة؟ سؤال مهم محتاجين نفكر فيه.